اخواتي وحبايبي طلاب الثانويه العامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الفيديو ده باذن الله هديك الدليل الكامل للتعامل مع البابل شيت خطوه بخطوه من اول ما تستلمه لحد ما تسلمه. هقول لك في الفيديو ده ايه هو البابل شيت، وهقول لك كمان على 10 غلطات ما ينفعش يتعملوا في البابل شيت وعايزك تخلي بالك منهم، وهديك خطوات عمليه تمشي عليها يوم الامتحان، وكمان 5 نصايح ليك لازم تسمعهم قبل الامتحان. بس قبل ما نبدا في الفيديو بتاع النهارده انا عايزك تتاكد ان انت مشترك في القناه علشان توصلك الفيديوهات الجايه في ميعادها باذن الله ومفيش حاجه تفوتك. يلا بقى من غير مقدمات كتير نبدا في الفيديو بتاع النهارده. مبدئيا كده ايه هو البابل شيت؟ البابل شيت ببساطه هو ورقه الاجابه بتاعتك، لكن مش بتكتب فيها كلام، انت بتظلل فيها دواير. كل سؤال بيكون ليه اختيار وانت بتظلل على الدايره الصح. يعني لو سؤال رقم 1 في ورقه الاسئله اجابته ب، هتروح على ورقه البابل شيت وتظلل على الدايره بتاعت رقم ب، وخلي بالك لازم تظللها كلها وتظللها صح. طيب تعالى بقى اقول لك على 10 غلطات اوعى تعملهم في البابل شيت. اول حاجه نسيان تظليل البيانات، اسمك ورقم جلوسك وكود الامتحان اللي هو نموذج الامتحان. لو نسيت تكتبهم الامتحان مش هيتعلق، انت كده خدت 0. فانا عايزك اول ما تمسك ورقه البابل شيت تبص عليها، لقيتها نظيفه وكويسه ابدا بقى اكتب البيانات بتاعتك. طب لو لقيتها متقطعه فيها قطع صغير اطلب واحده تانية، ده حقك، ما تاخدهاش. قول للمراقب انا عايز ورقه تانية عادي جدا. وغلطه رقم 2 الخطا في رقم السؤال. لو انت بتحل سؤال رقم 5 لازم تروح على ورقه البابل شيت وتظلل على السؤال رقم 5، ايديك ما تفلتش على 6 ولا تطلع فوق على 4. انت بتحل سؤال رقم 3 يبقى تروح على سؤال رقم 3، ايديك ما تفلتش على 4 او 2. خلي بالك من الحته دي مهمه، علشان في ناس ياما في الثانويه العامه ايديهم بتفلت منهم، بيسرحوا وهم بيحلوا بيسرحوا، اوعى تسرح زيهم. رقم 3 تظليل اكتر من اجابه. لو انت بتحل في سؤال دلوقتي وظللت الف وبعدين ظللت ب، حتى لو ب هي الصح السؤال كله هيتعمل لك غلط. ما تظللش اكتر من اجابه، خلي السؤال متظلل اجابه واحده بس وواضحه وباينه وصريحه. انت تحل بقلم جاف كده باين وتقيل وتظلل على الدايره كلها. اتاكد ان انت ظللت على الدايره كلها وما تظللش على دايرتين جنب بعض، الكلام ده غلط. ولا حتى تظلل دايره كامله والدايره اللي جنبيها متظلل نصها او ربعها، الكلام ده غلط، ما ينفعش يحصل، هتاخد 0. السؤال بتاعك مش هيتعلم، الكنترول واقف عليه. فلازم تظلل دايره واحده بس وتكون تقيله وباينه علشان الكنترول يصححها صح. رقم 4 اللي انت ما تظللش خالص. الامتحان ياخدك ويسرقك في ورقه الاسئله وورقه البابل شيت جنبك ولا معبرها، راكنها على جنب كده ما بتجيش يمها. الوقت هيسرقك كده ومش هتلحق تنقل اجاباتك من الاسئله للبابل شيت، لان ورقه البابل شيت هي اللي بتتعلم مش ورقه الاسئله. فالمهم ورقه البابل شيت. فانا عايزك تمسك سؤال بسؤال، حليت سؤال ومتاكد منه انقله على طول في ورقه البابل شيت علشان تنجز في الوقت، عشان الوقت ما يسرقكش. رقم 5 اللي انت بتحل في الامتحان بقلم رصاص، الكنترول مش هيقراه كده، البابل شيت بيقرا بمسح ضوئي، فانت لازم تستخدم قلم جاف واضح وتقيل زي القلم ده كده، الروتو، قلم جاف باين وتقيل اهو. خد ده معاك في الامتحان. والغلطه رقم 6 اللي انت بتظلل نص دايره، ما بتظللش الدايره كلها، انت لازم تظلل الدايره كلها من جوه، ولا تحط نقطه صغيره جوه الدايره ولا تطلع بره الدايره. يعني حاول وانت بتظلل ما تطلعش بره الدايره، لان كل ما تطلع بره الدايره ممكن الكنترول ما يعرفش يصححها. ورقم 7 التوتر والتسرع في التظليل. اوعى تظلل وانت مش مركز، دي لحظه محتاجه هدوء علشان ايديك ما تسرحش زي ما قلت لك للسؤال اللي تحتيه او السؤال اللي فوقيه، او ممكن في سؤال يفلت منك وانت مش شايفه، ممكن ما تشوفهوش. فوقت التظليل ده محتاج هدوء تام. ورقم 8 مسح التظليل غلط. لو انت غلطت في سؤال وعايز تمسحه ما تبوظش الورقه، امسح بحذر، ولو مش عارف تمسح ازاي ممكن تسال المراقب عادي جدا. ورقم 9 نقل الاجابه في الاخر مره واحده. انت ما تستناش تخلص الامتحان وبعد كده تروح تظلل كله، انت كل سؤال تخلصه وروح ظلله فورا علشان الوقت ما يسرقكش زي ما قلت لك. ورقم 10 نسيان تظليل نموذج الامتحان. انا عايز اقول لك ان الكود لو مش متسجل صح الكمبيوتر مش هيصحح اجابتك اصلا، يبقى انت كده ولا عملت حاجه، لان الامتحان بيجي نماذج وانت لازم تكتب اسم النموذج، فتاكد من الحته دي. تعالى بقى نخش على خطوات عمليه لازم تمشي بيها وانت بتحل. اول حاجه قبل ما تبدا الامتحان اكتب بياناتك في اول دقيقتين كده بدقه، ظلل اسمك ورقم الجلوس والكود بتركيز، وتاكد كمان ان كل حاجه واضحه قدامك ومفيش اي مشكله، ولا ورقه بابل شيت مقطوعه ولا حبر نايم على حبر ومبوظ لك الورقه. ورقم 2 اثناء الحل خلي البابل شيت جنبك وانت بتحل، انت خلص السؤال وروح ظلله، ولو مش واثق من الاجابه بتاعتك ممكن تسيب السؤال وترجع له بعدين، علم علامه جنبه وارجع له بعدين علشان ما ياكلش من وقت الاسئله الثانيه. ورقم 3 قبل ما تسلم الامتحان بص على رقم كل سؤال وتاكد ان كل اجابه متظلله صح، اتاكد ان انت ظللت كل حاجه مطلوبه، الاسم برقم الجلوس بالكود بالاجابات حتى اللي في البابل شيت. اوعى تستعجل في التسليم، وعايزك تاخد دقيقه كده تراجع فيها البابل شيت كله، اتاكد ان مفيش حاجه فلتت منك او ايدك سرحت فوق او تحت زي ما قلت لك. طيب تعالى بقى نخشوا على ال5 نصايح اللي انت لازم تسمعهم قبل الامتحان. اول نصيحه، لو اتلخبطت وواجهك اي مشكله في ورقه البابل شيت من حقك ان انت تغير ورقه البابل شيت فورا زي ما قلت لك،
رقم 2، حافظ على ورقه البابل شيت بتاعتك نضيفه، ما تطبقهاش او تبلها او حاجه. يعني انت مثلا ممكن تكون جايب ميه وتتكب عليها، خلي الميه بعيد وما تكتبش على البابل شيت اي حاجه، انت تظلل الاجابه بس. وتالت نصيحه، المراقب مش عدوك، لو احتجت منه اي حاجه اطلبها فورا، ده حقك. ونصيحة رقم 4، لازم تتمرن على تظليل الدوائر قبل ما تخش الامتحان علشان ما تخبطش في حيطة أثناء الامتحان، لازم تتمرن على كل ده قبل ما تخش. وآخر حاجة، ثقتك بنفسك مهمة، ما تتوترش، أنت مذاكر كويس وهتعدي منها بإذن الله. وخلي بالك البابل شيت مش وحش ولا حاجة تخوف، أنت لو عرفت تستخدمه صح هيبقى صاحبك جدا في اللجنة، أنت جاهز تحارب وجاهز تركز وأكيد أنت جاهز تكسب. فانا عايزك تخلي الحاجات اللي انا قلت لك عليها في الفيديو بتاع النهارده جزء من مذاكرتك، مش مفاجاه في اللجنه ولا حاجه تخبطك في اللجنه. فانت لازم وبشده تطبق الحاجات اللي قلت لك عليها النهارده حتى لو قبل الامتحان بساعه. المهم ما تخشش الامتحان غير لما تطبق الحاجات دي، ولازم تتدرب على التظليل علشان زي ما قلت لك ما تتفاجئش لما تشوف البابل شيت. وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، وباكد عليك تاني اتاكد ان انت مشترك في القناه علشان تشوف الفيديوز الجايه ومفيش اي حاجه تفوتك. سلمتم يا شباب، دمتم في امان الله، سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.